شغل النهاردة يخلص على طول. الحمار الأول هتروح الغيط تسرح طول اليوم، أما الحمار التاني هتاخد شكارتين غلة وعالسوق. أما أنت يا حمار يا صغير أنت، أنا وابني بغلظ هنركب عليك ونلف البلد نشوف الفلوس اللي لينا بره. يابا عايز إيه ياض يا بغلظ؟ في ست يابا حلوة جو في البلد وشكلها مصروية وبتسأل عليك يابا. تسأل عليا يا ابني؟ هي فين؟ هي فين؟ اروح يابا ناديها بسرعة اهو. أنا مستنيها أهو، ما تتأخرش يا بغلظ. اهلا بيك معلم ابو بقلظ. ها؟ يا حلاوة يا ميت أهلا وسهلا. معاك يا معلم المذيعة شاهنستة. ها؟ خير يا ست المذيعة، هو أنا صيت مسمع كده؟ النهاردة يا معلم اليوم العالمي للحمير. ها؟ سمعنا يا معلم ان الحمير في بلدكم مظلومة، هل فعلا هي مظلومة وازاي بتعاملوها؟ شوفي يا ستي، أنا هتكلم عن حميري أني، ده أنا مهنيهم ومحميهم ومحنيهم. ها؟ بتعرفي إن ابن بغلظ بيشيل حمار ويلفوه البلد، يشيله شيل كده شايل. واو، ايه العطف والحنان ده يا معلم ابو بقلظ؟ يابا الحقنا يابا. عايز إيه ياض يا بغلظ؟ الحقني يابا، الحمار اللي انت ربطه في الساقية بقاله يومين دخ وانكسر يابا، عايزين نلحق نبيعه في السوق قبل ما يفطس زي اللي قبله يابا. معقول يا معلم الكلام ده؟ في الساقية بقاله يومين بيلف، انت بتعذب الحمير بتوعك يا معلم. هو انت هتصدق الواد الاهبل ده وتكسبين اني؟ يابا بطل مجوحة، الحمار هيفطس مني. ده انت عيل غبي. يلا يا حالتها اركب لك حمار من دول، خلينا نلحق الحمار اللي انكسر ونبيعه في السوق. يا مامي ما عندكش رحمة، انا عايز امشي من هنا بسرعة. انا يا بنتي عموما الله يسامحك، خدها يا واد يا بغلظ على حمار من دول ووصلها بره البلد بسلام. انا اركب على الحمار واعذبه؟ انت راجل قاسي. انا قاسي؟ ده انا عندي حنان من ايام زمان. ها؟ يابا انت هتكذب تاني، يلا بينا يابا. ما تنسوش بقى الاشتراك وتفعيل زر الجرس.